كمان انا عندي ليكم خبر كويس جدا عن نادي صاعد وبقوة، اثبت نجاحه بجدارة وبتفوق وصعود سريع جدا في فترة صغيرة جدا. نادي سمارت واللي كان متربع على القمة بعد فوزه في مبارياته الأخيرة، واللي قدر بيها يحافظ على الصدارة ضمن دوري الدرجة الرابعة. خلونا نشوف التقرير ده ونعرف هم عملوا ايه ونرجع لكم تاني بعد الفاصل. ضيفا على فريق الجلاتما في نهاية وختام الدور الأول. سمارت على القمة برصيد 20 نقطة. سمارت جاء إلى هنا ليدافع عن قمته ويذهب بالصدارة بعيدا عن أقرب منافسيه. للاعيبه الجلاتما تعود مره ثانيه. مجدي التمريره البينيه حلوه 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 حلوه. وحيد هيلعب الضربه الحره. مجدي على داخل منطقه الجزاء الراسيه، هي الراسيه. مجدي وحيد خلصها بالمهاره. مجدي هوبا تسديده طلق على طول هناك زياد. هذه الخماسيه لوما الف مبروك انضمام لصرح كبير سمارت، والف مبروك الفوز النهارده. لا الحمد لله، انا بشكر الباشمهندس على ان هو يعني ياخدنا من النادي ويجيبنا، واحنا الحمد لله بشكر الناس وبشكر المدربين كلها وبشكر اللعيبه رجاله الحمد لله على الاداء. مع صفقه من الصفقات الجديده وعمل اسيست رائع كره عرضيه زياد النهارده. الف مبروك يا زياد انضمامك لصرح زي سمارت وبمشاركه ايجابيه النهارده، ومبروك الفوز. الله يبارك فيك يا كابتن. الحمد لله على المكسب، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. مع احدى الصفقات الجديده اللي كانت مؤثره النهارده واستطاع ان هو يسجل هدف رائع ومع اول مشاركه ومشاركه مجديه. مبروك يا خاري، الف مبروك على الفوز الجميل والاداء الرائع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الفوز، الحمد لله على الاداء، الحمد لله على الهدف في اول ماتش ليا. ان شاء الله اسجل هدف والحمد لله، والجاي احسن ان شاء الله. تقول ايه لزمالك النهارده وفي اول مشاركه مع الفريق واول مشاركه وانتصار بخماسيه عريضه يعني؟ الحمد لله والله شفت كل الدعم الشديد منهم والكباتن الكبار بتوع الفرقه، كابتن يوسف، الكابتن كوتا، الكابتن مجدي، مش عايز انسى حد، هم دول اكبر داعم لينا والله في الماتش. الحمد لله على المكسب. هدف من متابعه جميله ورائعه، يعتبر الهدف الاول هذا الموسم بعد اكثر من مباراه وتفك بها النحس. الهداف نضجي، الف مبروك يا نضجي. الله يبارك فيك يا استاذ باهي، والله الحمد لله يعني 3 بونت مهمين يعني، وسمارت اول يعني الحمد لله. انت كنت بتحرجم على انك تجيب جول من زمان. كان لازم في زي نحس كده زي ما بتقولوا، ده كان لازم يتفك، حتى لو ايه كان لازم النحس يتفك، والحمد لله يعني قدرنا نساعد زمايلنا، والحمد لله 3 بونت بره الارض. انت عارف صعبين، مفيش ماتش سهل، اللي بيصعد عايز يكسب اي ماتش بره او جوه، في ضغط مش طبيعي، بنتمرن جامد، مركزين، عارفين هننزل نلعب ازاي. فوز عريض بخماسيه نظيفه النهارده، المره الثانيه يكررها سمارت هذا الموسم وعلى ملعب الجلاتما. فوز عريض وجميل وكبير. كابتن اسامه الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن باهي، ربنا يخليك. النهارده ودفعت بالصفقات الجديده وكانت ايجابيه وكانت عند حسن ظنك النهارده. يعني هي الميزه في الموضوع ان الثلاثه لاعبين الاسبوع اللي فات ضد الجلاتما هنا في نفس الملعب، وهم النهارده بيلعبوا معانا ضد الجلاتما برضه. وبرضه المفارقه الغريبه ان طارق جايب جول في الجلاتما الاسبوع اللي فات وجاب جول النهارده، فكان لازم ندفع نفس الملعب على نفس الملعب، فاحنا كان لازم ندفع بيهم. طبعا احنا ما بدأناش بيهم على اساس ان احنا نطمن على النتيجه الاول وندخلهم في جو يقدروا ينتجوا فيه ويقدروا يبدعوا يعني. الحمد لله الثلاثه ان حضرتك شفت ادائهم، كان ادائهم مظبوط جدا، واضافوا للفرقه كتير قوي في الشوط الثاني، وكان شكل الاداء اداء مظبوط وسليم والحمد لله. يعني كانوا عند حسن ظننا بيهم، اما احنا اما اخترنا ان هم ينضموا لينا كانوا فعلا هيبقى على المستوى اللي احنا عايزينه. النهارده النضج بيسجل لاول مره هذا الموسم، بيفك النحس زي ما بيقولوا يعني، وانت نزلته في توقيت يعني توقيت تهديفي زي ما بيقولوا. انا كان نفسي بصراحه يجيب جول من بدري، يعني هو بقى له فتره بيحاول، ربنا كلل مجهوده، هو الفتره اللي فاتت شغال كويس في التمرين وبيشتغل على نفسه. النهارده ربنا كلل مجهوده بهدف عشان تفتح معاه ان شاء الله في اللي جاي، لان هو لعيب كبير وفرود كبير، وان شاء الله هو وزمايله في الفتره الجايه يحققوا الهدف اللي احنا عايزينه باذن الله. بخماسيه نظيفه استطاع نادي سمارت ان يتغلب على الجلاتما في ملعبه في وسط جماهيره في ملعب منشية القناطر، وبهذا الفوز يحتفظ سمارت بقمة المجموعة، مجموعة الجيزة،
ويحتفظ بالصدارة، يغرد وحيدا، ينفرد تماما ويبتعد بالصدارة عن أقرب منافسيه في نهاية الدور الأول. وإن شاء الله مع بداية الدور الثاني يتغلب سمارت ويحتفظ سمارت دائما بالصدارة وبالقمة.